الولاد عايزين ياكلوا سندوتشات شاورما. طيب انا ما عنديش لحمه في التلاجة والوقت متاخر وما عنديش اي حاجه اعملها شاورما. طب انا هعمل ايه؟ وطبعا انتوا عارفين جوع نص الليل ملوش حل، لازم ناكل، يعني لازم ناكل. نزلت بسرعه بنتي الكبيره، قلت لها انزلي هاتي لي كايزر وانا هعمل لكم احلى طريقه للشاورما الاقتصاديه وكمان من غير لحوم، وهتاكلوها وتاكلوا صوابعكم وراها. عملت بقى السندوتشات دي وكانت فعلا حلوه جدا، وعملت جنبها كده الشيبسي. تعالي بقى اقول لك الشاورما الاقتصاديه اللي من غير لحوم خالص. اول حاجه انا جبت هنا البتنجانتين اللي كانوا حيلتي في التلاجة، قطعتهم شرايح طوليه، وبعد كده رشيت عليهم شويه ملح، وعلى قد ما تقدري قطعي الشرايح رفيع خالص وسيبيها بقى لما تنزل ميتها خالص خالص. انا ساعات بنقعها في ميه بملح وساعات اعملها كده. وكمان جبت الطبق الجميل اللي انت شايفاه ده وبدات اقطع فيه بقى فلفل اخضر وفلفل احمر وبصل جوليان، والفلفل طبعا على شويه طماطم كده من غير بذر، شايله البذر بتاعهم، على بصل جوليان كده متقطع. البصله زعلت. هتقطعي الفلفل الالوان، الفلفل الاخضر، وكمان هتجيبي 3 فصوص كده من الثوم مهروسين. وتعالي بقى نطبق مع بعض ونشوف هتطلع شاورما ازاي، وايه التركايه اللي هتطلع لك شاورما رهيبه. اول حاجه انا حطيت شويه من الزيت، وهنبدا من غير تحمير ولا حاجه خالص. هنبدا ننزل بالايه؟ زي ما شفتي كده البتنجان على الني، احنا رشينا عليه شوية ملح علشان خاطر ينزل المية بتاعته. هنبدأ بقى نحط البتنجان ونقلبه على نار هادية إلى متوسطة علشان احنا عايزينه يستوي. تمام. واحدة واحدة هنقلب المكونات دي كده مع بعض لحد لما نحس ان البتنجان بدأ يستوي معانا. عايزة تعلي النار أول ما تنزليه، بس هيتلسع ويسود وأنا مش عايزاه يسود يبقى كأنه متحمر، لا احنا عايزينه يبان إن هو كأنه عامل زي اللحمة بالظبط. وبعد كده هنبدأ ننزل بقى بالمكونات بتاعتنا حاجة حاجة. أول حاجة هننزل بالبصل الجوليان زي ما انت شايفة كده، البصل الجوليان. وبعد كده هنبدأ نشوح واحدة واحدة برضو لحد لما البصل بتاعنا يبدأ يدبل. حاجة بسيطة، خلي بالك ان انا عايزة الخضار يكون بيقرش شوية زي ما بنعمله او زي ما بنجيب الشاورما الجاهزة بالظبط. احلى من الشاورما المعروفة المشهورة اللي احنا كلنا بنحبها لما بننزل الكوربة وناكلها، هتطلع معاكي احلى منها بكتير. طيب اللي عارف المكان المشهور اللي في الكوربة يقول لنا على اسمه. هبدأ بقى ايه؟ اشوح كده البصل مع البتنجان. أي نعم هي شاورما كده أرداحي بس حلوة قوي. وبعد كده هننزل بالفلفل، أي نوع فلفل انتي تفضلي. أنا هنا برضو قطعت الفلفل رفيع خالص عشان يستوي بسرعة. هنبدأ نقلبهم كده على النار واحدة واحدة لحد لما ايه نحس ان هو خلاص بدأ يستوي شوية بشوية كده. هنكون محضرين طبعا الطماطم وشايلين البذور بتاعتها خالص، انا مش عايزة الطماطم يكون فيها اي مية ولا اي بذور، هاخد بس ايه القطعة اللي هي بتكون سميكة في الطماطم. تمام. طبعا هنكمل كده ونروح عاملين ايه زي حفرة كده في النص وننزل فيها بشوية من التوم. التوم ده هيديله طعم حلو جدا وهيبقى عامل زي الشاورما الجاهزة بالظبط وكأنها شاورما لحمة رهيبة. هنقلب كده واحدة واحدة لحد ما ريحة التوم تطلع، وبعد كده نمكس كل الكلام ده كله مع بعضه. قلبي بقى كده يا ست الكل، كله على بعضه هيديكي طعم خرافة. لسه في تركاية كمان، ما تمشيش وتسيبي الفيديو، خليكي معايا وما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات. هنجيب بقى يا ستي معلقة بابريكا على معلقة توم بودرة على معلقة بصل بودرة على معلقة فلفل اسود صغيرة، وهنبدأ نقلبهم. وما تنسيش طبعا معلقة ملح، وما تملحيش قوي عشان البتنجان احنا ملحناه في الاول. تمام. هنقلب الكلام ده كله واحده مع بعض واحده واحده لحد لما نحس ان هو خلاص انت شايفه البتنجان دبل خالص والفلفل كمان والبصل. طيب إيه التركاية بقى اللي إحنا هنعملها؟ هنجيب بقى معلقة كده حلوة صغنططة من دبس الرمان، عايزة تزودي معلقة أو معلقتين هيدوا تيست عالي أوي أوي للشاورما. سواء عملتي شاورما لحمة أو شاورما بالبتنجان حطي عليها معلقة من دبس الرمان، يا معلقة يا معلقتين. أنا هنا حطيت معلقتين عشان كمية البتنجان كانت تقيلة، يعني كانت حوالي 2 سوري بتنجانتين كبار، يعني كانوا حوالي كيلو كده تقريبا. هنقلب الكلام ده كله، وآخر حاجة هننزل بيها إيه؟ الطماطم اللي احنا شايلين بذرها، ولو عندك فلفل احمر حطيه، هيزود القيمة الغذائية ويخلي طعمه حلو جدا، وينفع للولاد بقى حاجة مغذية كده أثناء الامتحانات. ربنا يا رب ينجحهم لنا ويبارك لنا فيهم كلهم يا رب إن شاء الله. هنبدأ نقلب الكلام ده كله، وطبعا نكون عاملين صوص الطحينة. صوص الطحينة كلنا عارفين بيتعمل ازاي. تقدري تحطي كوباية زبادي وعليها فص ثوم وشوية ملح
وكمان تزودي عليهم 3 معالق من الطحينة وتقلبي كده وتضيفي شوية بشوية شوية مية سخنين، هتديكي أحلى صوص طحينة وهيطلع معاكي رهيب، جربيه وهيعجبك قوي. وبعد خلاص ما استوت وطفينا عليها هنرش عليها رشة البقدونس زي الشاورما الجاهزة بالظبط، وهنقلبها كلها كويس جدا مع بعض. وبعد كده هنكون محضرين بقى سندوتشات الكايزر او الفينو اللي احنا هنشتغل فيها، او لو حتى هنعمل لهم في اي سندوتشات هم يحبوها. يعني انا عندي الولاد عشان اقنعهم رحت عاملاها لهم في سندوتشات كايزر كده زي ما شفتي. تقدري تحمري كمان شويه بطاطس وهي اكله اقتصاديه وتنفع قوي اخر الشهر، وبجد جميله جدا وعجبتهم قوي قوي، مش عايزه اقول لك قد ايه. ما تنسيش بقى في اللايك والشير، وكملي بقى معايا كده الفيديو هيعجبك في الاخر التقديم. وكمان هنقدمه مع بعض بطريقه حلوه علشان تعجب الولاد. هنجيب بقى السندوتشات كده ونملاها، واملي السندوتشات بقى ما تبخليش عليهم يعني، خليهم يتغذوا، ده البتنجان جميل ومغذي جدا. هنحط بقى البتنجان بالفلفل، وبعد كده هننزل عليهم بصوص الطحينة، وبعد كده نقدمها لهم وبألف هنا وشفا ليهم. بجد كانت الطريقة حلوة قوي وعجبتهم جدا جدا، وقالوا لي يا ماما كرريها على طول علشان بجد كانت حلوة. اتمنى ان انتوا تجربوها للولاد وان شاء الله هتعجبكم قوي. بصي يا ستي الساندوتش عامل ازاي، رهيب في حتة تانية خالص. اعملي بقى كل الساندوتشات بتاعتك ما شاء الله. الطريقة دي عملت معايا حوالي